طبعا انتوا عارفين من امبارح جمهور الهلال السوداني وجمهور مولوديه الجزائر ما نامش عشان اللقاء. النهارده طلع خبر بيقول ان المباراه هتتاجل 24 ساعه بسبب عوامل الطقس والامطار الغزيره في الملعب اللي هيتلعب عليه مباراه الهلال ضد موريتانيا، ضد مولوديه الجزائر في موريتانيا. طبعا المباراه هتقول لك المباراه هتتاجل، يا جماعه هتتاجل ولا مش هتتاجل، يا جماعه هتتاجل ولا مش هتتاجل، هتتاجل ولا مش هتتاجل. قعدنا نبحث وندور ونشوف، نلاقي اخبار على الفيسبوك ماليه الدنيا ان المباراه هتتاجل. هل المباراه هتتاجل ولا مش هتتاجل؟ بحثنا واخيرا لقينا الخبر من المصدر الاكيد، قال لك المباراه هتتلعب في نفس التوقيت اللي هي هتكون المباراه ان شاء الله الساعه 8 بتوقيت القاهره و8 بتوقيت السودان، اللي ان شاء الله هتبقى مباراه ناريه وحماسيه وحاسمه للهلال ولمولوديه الجزائر. كل التوفيق للفريقين. لو قلت لي انت عايز هتشجع مين النهارده، هقول لك الفريقين عربيين واللي هيكسب هنقول له الف مبروك. وطبعا الهلال زي ما انتم عارفين محتاج نقطه واحده هيصعد وخلاص، مش هيستنى اي حاجه ثانيه ولا اللقاءات الجايه ولا اي حاجه نهائي. هنقول مبروك للهلال لو خد نقطه النهارده، خد 3 نقط برضه هنقول له مبروك وهارد لك للمرديه. لكن المرديه هيبقى موقفه بقى صعب جدا ومش عارفين هيصعد ولا لا بعد كده. لكن المباراه النهارده هتحدد حاجات كتير جدا بالنسبه للمجموعه الاولى اللي هي بتضم يانج افريكانز ومولوديه الجزائر ومازيمبي والهلال السوداني. وطبعا زي ما انتم عارفين الهلال السوداني متربع على عرش المجموعه ب9 نقاط بدون حتى ما يتعادل مع اي فريق في البطوله او في المجموعه الموجوده حاليا اللي هي المجموعه الاولى، المجموعه اللي مش قويه قوي واللي مش ضعيفه قوي برضه يعني بصراحه يعني. طبعا المباراه هتبقى مذاعه عندنا هنا على قناه بحر المنوعات على اليوتيوب، ومذاعه على كوره مع هاني على الفيسبوك. ما تنساش تعمل متابعه عشان يجي لك اشعار البث المباشر لحظه انطلاق مباراه الهلال ضد المولوديه. كل التوفيق للفريقين ان شاء الله.